تعالوا بقى اقول لكم على اقوى مقشر بديل للحمام المغربي، وهيفتح لك الاسمرار والغمقان والكلف والتصبغات وكل الاماكن الغامقه اللي في جسمك، وهيخلي بشرتك ناعمه زي المرايه وبتبرق. كل ده بمكون واحد بس وطبيعي 100%. ده غير كمان انه غني بالفيتامينات والعناصر اللي هتمد في جمال وشباب بشرتك، لانه بيحتوي على فيتامين ج اللي بيقضي على الحبوب واثرها، وبيقضي كمان على الكلف والتصبغات وجميع مشاكل البشره. ده غير كمان ان بيحتوي على مضادات اكسده بتحمي الجلد والبشره من العوامل الخارجيه زي التراب والهواء ودرجات الحراره العاليه والرطوبه، وبتمنع تكون البكتيريا وظهور الحبوب والكلف والتصبغات والجلد الميت. والمقشر بتاعنا هو مقشر البنجر اللي هيخلي جسمك وبشرتك ناعم وطري زي الشمعة، وكمان هيدي نضارة وحيوية للبشرة ما حصلتش، لانه باختصار بديل للحمام المغربي. كل اللي هتعمليه هتجيبي واحدة بنجر وتغسليها كويس جدا وتبشريها بالمقشرة. هناخد طبعا البشر اللي طلع ونجففه في الشمس، وهياخد وقت معانا من يومين ل4 ايام عشان طبعا يجف وينشف قوي. وبعد ما يجف هناخد البنجر المجفف ده ونطحنه في مطحنة الخلاط او في الهون عادي جدا اللي هو الهون بتاعنا، وهيبقى كده زي البودر. وطبعا هتجيبي منخل وتنخليه، وهتاخدي منه معلقه كبيره من طبعا بودر البنجر. هيبقى شكله كده حلو ولونه احمر زي ما انتم شايفينه كده. وهتحطي عليه معلقتين كبار من اي كريم مرطب انت بتفضليه او اي لوشن انت بتستخدميه، وتعملي احلى اسكراب هيزيل الجلد المائد وهيخلي بشرتك ناعمه وصافيه ورطبه ولونها يعني وردي كده ويجنن. وتدوري على الاماكن الغامقه زي اللي بتبقى مكان العقل، في الكوع، في الركب، وتفركي يعني تحطي في الاماكن الغامقه دي وتقعدي تفركي كده بحركات دائريه. كل الجلد الميت هينزل من على طبعا جسمك، وهتشوفي بقى نضاره ونعومه ولا احلى من كده. وبيفتح الجسم كله كده وبيخليكي كده بيضه على كده محمره شويه كده، بس حمار كانه طبيعي. وسكراب البنجر بتاعنا ده بتعمليه قبل كل شاور انت بتاخديه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سعاده وخير وامان.